السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل أسئلة الكتاب المدرسي على الوحدة الأولى. الأسئلة معانا صفحة 31 بكتاب الامتحان. قبل ما ابدأ معاكم حبايبي اتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان اي فيديو انزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الاول معانا: اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الاتية. رقم 1: عدد الالكترونات التي تفقدها او تكتسبها او تشارك بها الذرة اثناء التفاعل الكيميائي التكافؤ. 2: رابطة تنشأ عن التجاذب الكهربي بين أيون موجب لذرة فلز وأيون سالب لذرة لا فلز، دي الرابطة الأيونية. مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات الهيدروجين الموجبة اللي هي الاتش موجب، دي الأحماض. كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة التفاعل الكيميائي. مجموعة من ذرات عناصر مختلفة مرتبطة مع بعضها وتسلك في التفاعل الكيميائي سلوك الذرة الواحدة، دي المجموعة الذرية. مجموعة من الصيغ والرموز الكيميائية تعبر عن جزيئات المواد المتفاعلة والناتجة عن التفاعل وشروط التفاعل، دي المعادلة الكيميائية. مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات هيدروكسيد سالبة اللي هي ال OH سالب، طبعا القلويات، دي طبعا معانا ايه القلويات. يبقى 1 التكافؤ، 2 الرابطة الأيونية، 3 الأحماض، 4 التفاعل الكيميائي، 5 المجموعة الذرية، 6 المعادلة الكيميائية، 7 القلويات. السؤال اللي بعد كده رقم 2، والسؤال ده مهم وبيتكرر في امتحانات كتير. إذا علمت أن العدد الذري للأكسجين بيساوي كام؟ طبعا الأو اللي هو الأكسجين بيساوي 8. بين برسم تخطيطي طريقة ارتباط ذرتين منه لتكوين جزيء أكسجين، ثم أذكر نوع الرابطة المتكونة. هو دلوقتي بيقول لك بين طريقة الارتباط لذرتين أكسجين لتكوين إيه؟ جزيء الأكسجين، وقايل لك إيه كمان؟ ثم أذكر نوع الرابطة المتكونة. طيب هنعمل ايه يا حبايبي؟ اول حاجه هو قايل لنا ايه؟ الاكسجين عدده الذري 8، ادي ال8. اما نيجي نوزع ال8 يبقى المستوى ك ب2 والمستوى ال ب6. طيب هو قال لنا ايه؟ ذرتين اكسجين، يعني ايه؟ يعني هنرسم ذرتين اكسجين. ليه؟ عشان هو قايل لنا باين برسم تخطيطي طريقه ارتباط ذرتين اكسجين، ادي ذرتين الاكسجين. ليه بقى؟ لتكوين جزيء الاكسجين اللي هو O2. طيب احنا عرفنا دلوقتي التوزيع 2، المستوى ك ب2 والمستوى ال ب6. هنكتب داخل النواة موجب 8، والمستوى ال اللي هو المستوى الاول ده به كام الكترون؟ المستوى قصدي ك به 2 الكترون. هنرسم الكترونين، ادي الكترون وادي الكترون. والمستوى ال فيه 6 الكترونات، يبقى هنرسم 6 الكترونات، ادي الكترون 2 3 4 5 6، زائد ذرة اكسجين كمان الموجب 8، المستوى ك ب2 ادي ال2 والمستوى اللي بكام؟ ب6، ادي ال6. طيب جزيء الاكسجين دي يا حبايبي الرسمه اللي هي طريقه الارتباط. طيب احنا اول حاجه في جزيء الاكسجين هنشوف المستوى ك هيبقى ب2 زي ما هو وداخل النواه موجب 8. المستوى ك ما فيش اي حاجه بتتغير فيه، المستوى ك ب2. اما المستوى ال بكام؟ معانا ب6. كل ذرة أكسجين هتشارك بكام؟ هتشارك ب2. طب ليه يا مس؟ لأن آخر مستوى للطاقة معانا في ذرة الأكسجين ب6. المستوى اللي ده بيكتمل ب8، باقي كام على ال6 وتبقى 8؟ باقي 2. عشان كده قلنا كل ذرة أكسجين هتشارك بإلكترونين. زي ما قلت لكم المستوى ك ما بيتغيرش فيه حاجة، ادي المستوى ك. أما المستوى اللي كل ذرة هتشارك ب2، ادي 1 ادي 2. هيبقى كام؟ هيبقى كام من 6؟ هيبقى 4. ادي 1 2 3 4، يبقى اشتركت ب2. ولما وزعنا ال4. وهنا برضو نفس العملية موجب 8، المستوى ك زي ما هو. اما المستوى اللي هتشترك بذرة بإلكترونين، والباقي اللي هو باقي ال6 ادي 1 2 3 4. يبقى حضرتك لما تيجي تعد ادي 1 2 3 4 5 6، ادي 7 ادي 8، ادي الاكسجين. يبقى هنا جزيء الاكسجين ادي طريقه الارتباط، هنكتب O2 وادي ذره اكسجين وادي ذره اكسجين لتكوين جزيء الاكسجين. يبقى نوع الرابطه رابطه تساهميه ثنائيه. ليه ثنائيه؟ لان كل ذره شاركت بالكترونين. ومن امثله جزيء الاكسجين الرابطه التساهميه الثنائيه.
السؤال رقم 2، قارن بين الذرة والأيون، الحمض والقلوي، الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية، الفلز واللافلز. أول حاجة قايل لنا قارن بين الذرة والأيون. الذرة متعادلة الشحنة الكهربية، عدد الإلكترونات بها يساوي عدد البروتونات، مستوى الطاقة الخارجي لها غير مكتمل بالإلكترونات باستثناء ذرات العناصر الخاملة. أما الأيون موجب أو سالب الشحنة الكهربية، عدد الإلكترونات به لا يساوي عدد البروتونات، مستوى الطاقة الخارجي له مكتمل بالإلكترونات. آدي المقارنة الأولى، الذرة والأيون. المقارنة رقم 2، قارن بين الحمض والقلوي. هنقول الأحماض مواد تعطي عند تفككها في الماء أيونات الهيدروجين الموجبة اللي هي الاتش موجب، طعمها لاذع، تحول صبغة عباد الشمس إلى اللون الأحمر، مثل إيه؟ حمض الكبريتيك وحمض النيتريك. أما معانا القلويات اللي هي القلوي، مواد تعطي عند تفككها في الماء أيونات الهيدروكسيد السالبة اللي هي رمزها OH سالب، طعمها قابض، تحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون الأزرق، مثل هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الكالسيوم. يبقى معانا الحمض مواد تعطي عند تفككها في الماء أيونات الهيدروجين الموجبة اللي هي الاتش موجب، طعمها لاذع، تحول صبغة عباد الشمس إلى اللون الأحمر، مثل إيه؟ أمثلة عليها مثل حمض الكبريتيك وحمض النيتريك. أما القلوي مواد تعطي عند تفككها في الماء أيونات الهيدروكسيد السالبة اللي هي OH سالب، طعمها قابض، تحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون الأزرق، مثل هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الكالسيوم. بعد كده المقارنة ج، الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية. هنقول والسؤال ده مهم وبيتكرر في امتحانات كتير، الرابطة الأيونية تنشأ بين ذرة عنصر فلزي وذرة عنصر لا فلزي. يبقى تنشأ بين ذرة عنصر فلزي وذرة عنصر لا فلزي، تتم بفقد واكتساب الإلكترونات، لا يمكن أن تنشأ بين ذرتين عنصر واحد. وكمان تتكون نتيجة لتجاذب كهربي بين أيون موجب أو أيون سالب، وينتج عنها جزيئات مركبات فقط. تاني يا حبايبي، يبقى هنقول تنشأ بين ذرة عنصر فلزي وذرة عنصر لا فلزي، تتم بفقد واكتساب الإلكترونات، لا يمكن أن تنشأ بين ذرتين عنصر واحد، تتكون نتيجة لتجاذب كهربي بين أيون موجب وأيون سالب، ينتج عنها جزيئات مركبات فقط. أما معانا الرابطة التساهمية، الرابطة التساهمية تنشأ بين ذرتين لعنصر لا فلزي واحد أو لعنصرين لا فلزين، تتم بالمشاركة بالإلكترونات، يمكن أن تنشأ بين ذرتين عنصر لا فلزي واحد، تتكون بمشاركة كل من الذرتين المرتبطتين يا حبايبي بإيه؟ بالإلكترونات، بإلكترون قصدي أو أكثر، ينتج عنها جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات. يبقى تاني الرابطة التساهمية تنشأ بين ذرتين لعنصر لا فلزي واحد أو لعنصرين لا فلزين، تتم بالمشاركة بالإلكترونات، يمكن أن تنشأ بين ذرتي عنصر لا فلزي واحد، تتكون بمشاركة كل من الذرتين المرتبطين بإلكترون أو أكثر، ينتج عنها جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات. أما الأيونية جزيئات مركبات فقط، التساهمية جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات، ينتج عنها جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات. أما الأيونية ركزوا معايا عشان السؤال ده بيتكرر في امتحانات كتير، ينتج عنها جزيئات مركبات فقط. ممكن يجيلك في صح وغلط ويقول لك الرابطة الأيونية ينتج عنها جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات، هتقول خطأ الرابطة التساهمية. والعكس ممكن يقول لك الرابطة التساهمية ينتج عنها جزيئات مركبات فقط، هتقول غلط الرابطة الأيونية. يعني الأسئلة بتيجي بالطريقة دي سنة أولى. اخر مقارنه معانا قايل لنا قارن بين الفلزات واللافلزات. هنقارن بين الفلزات واللافلزات اول حاجه من خلال الحاله الفيزيائيه. الحاله الفيزيائيه للفلزات توجد جميعها في صوره صلبه باستثناء عنصر الزئبق سائل. البريق المعدني لها بريق معدني. التوصيل للحراره والكهرباء جيده التوصيل للحراره والكهرباء. طيب من حيث القابليه للطرق والسحب والتشكيل، قابله للطرق والسحب والتشكيل. إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي تتميز باحتواء مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على أقل من 4 إلكترونات. سلوك الذرة أثناء التفاعل الكيميائي، سلوك الذرة أثناء التفاعل الكيميائي تميل ذرتها أثناء التفاعل الكيميائي لفقد إلكترون أو أكثر فتتحول إلى أيون موجبة أو إلى أيونات موجبة.
يبقى معانا الفلزات توجد جميعها في صورة صلبة باستثناء عنصر الزئبق سائل. أما اللافلزات يوجد بعضها في صورة صلبة والبعض الآخر يوجد في صورة غازية باستثناء عنصر البروم سائل. طيب من حيث البريق المعدني الفلزات لها بريق معدني، أما اللافلزات ليس لها بريق معدني. من حيث التوصيل للحرارة والكهرباء الفلزات جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، أما اللافلزات رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء باستثناء الكربون موصل جيد للكهرباء. طيب من حيث ايه تاني؟ من حيث القابلية للسحب والترك والتشكيل هنقول الفلزات قابلة للسحب والترك والتشكيل، أما اللافلزات غير قابلة للسحب والترك والتشكيل. طيب إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي، معانا الفلزات تتميز باحتواء مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على أقل من 4 إلكترونات، أما اللافلزات تتميز باحتواء مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على أكثر من 4 إلكترونات. طيب سلوك الذرة أثناء التفاعل الكيميائي. سلوك الذرة أثناء التفاعل الكيميائي الفلزات تميل ذرتها أثناء التفاعل الكيميائي لفقد إلكترون أو أكثر فتتحول إلى أيونات موجبة، أما اللافلزات تميل ذرتها أثناء التفاعل الكيميائي لاكتساب إلكترون أو أكثر فتتحول إلى أيونات سالبة. وبكده نكون قدرنا نقارن بين الفلزات واللافلزات. السؤال رقم 3 بين بالمعادلات الرمزية واللفظية مثالا لأنواع التفاعلات الاتحاد المباشر. أول حاجة عايز عنصر مع عنصر، ب عنصر مع مركب، ج مركب مع مركب. هنقول هو قايل لنا ايه سنة أولى؟ عايز المعادلة الرمزية واللفظية لاتحاد المباشر عنصر مع عنصر. هنقول عنصر مع عنصر المعادلة اللفظية كربون زائد أكسجين، بفعل الحرارة ادانا ثاني اكسيد الكربون، يبقى كربون زائد اكسجين مع الحرارة ادانا ثاني اكسيد الكربون، دي المعادلة اللفظية. اما المعادلة الرمزية سي اللي هو الكربون زائد O2 اللي هو الاكسجين مع الحرارة ادانا CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. وممكن بردك عنصر مع عنصر تقدر تقول ايه يا حبايبي؟ تقدر تقول مغنيسيوم زائد اكسجين مع الحرارة ادانا اكسيد المغنيسيوم، دي المعادلة اللفظية. المعادلة الرمزية هتقول 2Mg اللي هو المغنيسيوم زائد O2 اللي هو الاكسجين والحرارة ادانا ايه؟ ادانا 2MgO اللي هو اكسيد المغنيسيوم. يعني ممكن تقدر تكتب المعادلة دي او المعادلة دي. طيب ب عنصر مع مركب، هنقول المعادلة اللفظية لعنصر مع مركب أول أكسيد الكربون زائد الأكسجين مع الحرارة ادانا ثاني أكسيد الكربون. يبقى المعادلة اللفظية لعنصر مع مركب أول أكسيد الكربون زائد الأكسجين مع الحرارة ادانا ثاني أكسيد الكربون. أما المعادلة الرمزية هنكتب 2CO اللي هو أول أكسيد الكربون زائد O2 اللي هو الأكسجين مع الحرارة، المثلث ده يعني الحرارة ادانا ثاني أكسيد الكربون اللي هو 2CO2. طيب بعد كده اللي هي ج قايل لنا عايز الاتحاد المباشر مركب مع مركب، عايز برضو المعادلة اللفظية والمعادلة الرمزية. هنقول المعادلة اللفظية لمركب مع مركب نشادر زائد كلوريد الهيدروجين هيدينا كلوريد الأمونيوم. أما المعادلة الرمزية هنكتب NH3 النشادر زائد HCl كلوريد الهيدروجين هيدينا ايه يا حبايبي؟ هيدينا كلوريد الأمونيوم اللي هو NH4Cl اللي هي السحب البيضاء. ماشي حبايبي، كده قدرنا نقول معادلة عنصر مع عنصر ومركب مع عنصر ومركب مع مركب. السؤال اللي بعد كده اكتب الصيغة الكيميائية لكل مركب من المركبات التالية. نترات الكالسيوم صيغته الكيميائية CaNO3 الكل 2، يبقى نترات الكالسيوم Ca ده الكالسيوم والنترات اللي هي NO3 الكل ايه 2. بعد كده كربونات الصوديوم الصوديوم Na2 والكربونات CO3. كبريتات النحاس معانا Cu ومجموعة الكبريتات طبعا SO4. اكسيد الالومنيوم اكسيد الالومنيوم معانا Al2 والاكسيد O3.
يبقى هنا نترات الكالسيوم CaNO3 لكل 2، كربونات الصوديوم Na2CO3، كبريتات النحاس CuSO4، اكسيد الالومنيوم Al2O3. بعد كده رقم 3 بيقول لك طلب منك احد زملائك الاشتراك معه في عمل تقرير عن دور التكنولوجيا في التفاعلات الكيميائية، موضحا اهميتها والاضرار التي قد تسببها للبيئة. ما المعلومة التي تقدمها له؟ اول حاجة هنقول الاهمية والاضرار. هنقول المعلومات اللي هنقدمها له، اهميتها واضرارها اللي بتسببها للبيئة. اول حاجة هنقول الاهمية. الأهمية الحصول على مواد ذات فوائد كثيرة من مواد قليلة الاستخدام، والحصول على الطاقة الحرارية والكهربية تقوم عليها بعض الصناعات، وتحضير الآلاف من المركبات التي تستخدم في العديد من الصناعات. مثل الصناعات دي صناعة الأدوية، وكمان وصناعة الأسمدة، وصناعة الوقود، وصناعة الأغذية، وصناعة البلاستيك، وصناعة بطاريات السيارات. يبقى الأهمية تاني هقولها تاني، الحصول على مواد ذات فوائد كثيرة من مواد قليلة الاستخدام، الحصول على الطاقة الحرارية والكهربية تقوم عليها بعض الصناعات، تحضير الآلاف من المركبات التي تستخدم في العديد من الصناعات. مثل ايه؟ صناعة الأدوية، صناعة الأسمدة، صناعة الوقود، صناعة الأغذية، صناعة البلاستيك، صناعة بطاريات السيارات. أما الأضرار، التلوث البيئي الناشئ عن الغازات الضارة والغازات الملوثة نتيجة الاحتراق. يبقى تاني، الأضرار التلوث البيئي الناشئ عن الغازات الضارة والغازات الملوثة الناتجة عن الاحتراق. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا حل أسئلة الكتاب المدرسي على الوحدة الأولى صفحة 31 بكراسة التدريبات اليومية الخاصة بكتاب الامتحان. يا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لأن اللايك بيرفع الفيديو على القناة، زي ما انت استفدت هتساعد ان زميلك يستفاد. وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، لأن ده هيفيد حضرتك انت ان اي فيديو انا هنزله هيوصل لحضرتك بكل سهولة. مع السلامة بناتي وأولادي الأعزاء. لو في أي حاجة مش فاهمينها في اللي أنا قلته يا ريت تبعتولي في التعليقات وأنا هرد على حضراتكم. مع السلامة، أشوفكم على خير في فيديو جديد.